ودي شكل العسل بتاعتنا بعد ما طلعت بجد، ريحة بقى وطعم مش عايزة اقول لكم. بمقادير بسيطة جدا هنعمل احلى منين بالعجوة، بدل ما تشتريه من بره هتعمليه في البيت وكلهم هيتبسطوا منه. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. يا صباح الفل، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض منين بالعجوة. من الحاجات السهلة الجميلة. كلنا طبعا بنشتريها من الفرن. فالنهارده ان شاء الله زي ما انتوا عارفين شعارنا ان احنا نعمل كل حاجة في البيت. آه، والحاجات اللي معمولة في البيت طبعا انتي ضامنة انها نضيفة وعارفة انت عاملاها ازاي. قبل ما نبدأ وصفتنا النهاردة أتمنى الاشتراك معايا في قناتي على اليوتيوب يوميات منفاسة. آه، طبعا هقول لكم مقادير. أنا هعمل كيلو دقيق النهاردة. المقادير بتاعتنا: كيلو دقيق، كوباية إلا ربع زيت، باكت خميرة، فانيليا، سكر، كوباية سكر، كوباية إلا ربع زيت، كوباية إلا ربع زبدة، كوباية لبن للعجن، ومعانا معلقة شمر ومعلقة ينسون، ومعانا السمسم طبعا، ومعانا معلقتين لبن بودر لو متاح، لو مش متاح خلاص مفيش مشكلة، مش مهم نستنى على الخطوة دي. ومعانا طبعا العجوة اللي احنا هنحشي بيها المنين بتاعنا. أول حاجة طبعا هنعملها هبدأ أنخل الدقيق بتاعي ونبدأ في وصفتنا على طول إن شاء الله. بعد ما نخلنا الدقيق هننزل عليه بالمكونات الجافة، كل المكونات الجافة مع بعض، رشة ملح، معلقة لبن بودر، لو مش متاح مش مشكلة، ما تستغنى عن الخطوة دي عادي خالص. ريحة كحك، حاجة بسيطة جدا على طرف المعلقة. السمسم بتاعنا المحمص طبعا. كل المكونات الجافة مع بعض الأول، بعد كده بنحط السمسم. طبعا احنا حاطين في الأول خالص رشة ملح بسيطة جدا. السكر بتاعنا، معلقة شمر، معلقة ينسون، ممكن تستغنى عنهم لو مش بتحب الحاجات دي في الوصفات بتاعتك، بس طبعا هما بيدوا ريحة جامدة جدا. الفانيليا، باكت خميرة، وصفتنا النهاردة سهلة جدا وجميلة جدا. تقلب كل المكونات الجافة مع بعض. وبعد كده هننزل بالزيت والزبدة بتاعتنا، ممكن سمنة على زيت أو زيت على زبدة زي ما أنا هعمل كده. تمام، هننزل بقى بالزيت بتاعنا. الزبدة بتاعتنا، وهبس كل الكلام ده مع بعضه زي كحك العيد بالظبط، كأنك بتبسي كحك العيد بالظبط. هبسها واوريكم شكل العجينة عامل ازاي، بعد كده نشوف هنعمل ايه. بنبس العجينة كده مع بعض على ايدينا كده لغاية ما الدقيق بتاعنا يتشرب بالسمنة والزيت، الزبدة والزيت اللي احنا حاطينه تحول معانا لما تبقى معانا بالمنظر ده كده. تحطها بين ايديك كده وتضغط عليها
تفركيها كده تلاقيها بتتفرك معاك بكل سهولة. هنزل دلوقتي عليهم باللبن بتاعنا، وهعجنها واوريكم شكل العجينة عامل ازاي. دي شكل العجينة بتاعتنا بعد ما عجناها. هنسيبها بقى تريح ربع ساعة ونبدأ شغل على طول، مش هنسيبها تخمر، نبتدي شغل على طول. هنسيح بس العجوة بتاعتنا ونبدأ في وصفتنا النهاردة. دي العجوة بتاعتنا بعد ما سيحناها، نحطها في كيس كده، تفرديها بالنشابة أو حاجة، ونسيبها على هيئة مستطيل. اللي سايحة خالص معانا اهي. المنظر اللي احنا شايفينه ده كده، وهفرد بقى العجينة بتاعتنا بنفس المنظر ونشوف هنعمل ايه. هنجيب العجينة بتاعتنا ونعملها على هيئة مستطيل. دي أول قطعة، وهنحط العجوة في النص كده وهنقفل عليها ونقطعها. هنعمل كذا شكل يعني. هوريكم أول شكل معانا. ماما 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 نعم. ماما بص دي مكسرة. ماشي، بالمنظر ده كده. وهنتني العجينة بتاعتنا. بدي 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 ده أول شكل معانا اهو، ونقطعه صوابع بقى متساوية كده. بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. ده أول صينية معانا هتبقى بالمنظر ده. دي أول صينية معانا بتبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده اهو. بعد ما نظبطها كده ونقطعها ونسويها، هندهنها باللبن. دي نرشها باللبن، ونرش عليها سمسم. ده بيكون أول شكل معانا للمين بالعجوة. هنسيبها بقى تريح شوية، وبعد كده ندخلها على فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180. هنحطها من تحت الأول، وبعد كده نفتح عليها الشواية لو لونها لسه محمرش من فوق، وأوريكم شكلها عامل ازاي. الشكل التاني هنعمل برضو العجينة على هيئة مستطيل برضو، وهنحط فيها العجوة زي ما انتوا شايفين كده، ونلفها بقى رول. وانت بتلفها تشد كده العجينة عشان ايه، كده، ونقفلها كويس من هنا. دي تفضل باية نازلة كده. ماما دي أكي دي أكي دي شبابا. وده الشكل التاني اللي احنا هنعمله اهو.
تقطعي بالمنظر، بتلف رول، نحط في العجوة بتاعتنا عادي. وبعد ما نخلص تحط عليه سمسم كده بالمنظر ده، وتخلله كده من تحت على كده عشان تحط على الصينية بالمنظر ده. وده كان تاني شكل المنين بالعجوة اللي هنعمله النهارده ان شاء الله.